شفت البلدان وراسي شاب، سمعت حكايات ليها الزمنامي. بس ما تصبلوش تاني، هو كده حلو قوي. هي دي الافراح المودرن اللي احنا نفسنا فيها من زمان. السلام عليكم. ايه ده ايه ده المجتمع ده. اهلا بيكم في الخرابه. ان لم تضغط لايك فاعلم ان الشيطان قد فشخك. باركول يا جماعه، بقى عندنا 300,000 خرباوي. لازم يدلعك قدام الناس، اما كنتش انت تدلعي مين هيتدلع بس؟ الف مبروك، الف مبروك يا عروسه. اقسم بالله انا ما عارف، ده انا فرحان اكتر من العريس. جمل يا عم، بقول تشكى ما تسيبها لي وامضي على العقد. والله فعلا لمسه الكوافير بتختلف يعني. والله انا ما عارف افرح للعريس ولا للكوافير، انا مش فاهم، بس انا مبسوط. انا مبسوط. انتوا كمان مبسوطين؟ ربنا يتمم لكم بخير جميعا. الفيديو كله كده. احنا عايزين نعمل حملة ويكون شعارها مروق على فخادي، تعالى تحت بيت العريس ونادي. حبيبتي خانتني في الخرابة. يقعدوا يصوروا، كوافير يصور والمصور يعدل ومش عارف مين يقندل، ويزعلوا في الاخر بقى من ايه لما الفيديو بقى ينزل بقى والناس كلها تشوفه وتبارك لهم يعني. ويقول لك ده تشهير. تشهير ايه يا جدعان؟ انتوا عارضين لنا كل حاجه في الاوضه. ركن التشهير اصلا في ذمه الله يا حزن الحزن. الناس دول فاهمين القانون غلط ولا ايه؟ كنت فين يالا؟ كنت واخدها في الخراب. ما تكوني متجوزه جديد واول ما جوزك يروح الشغل. انا مشتاق. ايه ده؟ امال لو مش متجوزه جديد دي؟ عارفين يا جدعان، اكتشفت حاجه غريبه قوي، ان في ناس بتتجوز اصلا عشان يعملوا فيديوهات. انتوا متخيلين؟ يعني ما دخلت لايف من كام يوم كده، عدى عليا على التيك توك، فبص على اللايفات لقيت احسن لايف فيهم او افضل لايف اللي احنا هنشوفه سوا ده. بس اول ما دخلت عندهم، يعني الفيديو مش هيكون طويل قوي، لان اول ما دخلت شافوا وشي قاموا قافلين اللايف وطلعوا يجروا. اللي ما عندوش التيك توك بتاعي ده، اكونت اسمه عمو ريشه، واكونت تاني اسمه ريشه مصر، واكونت تالت اسمه اصل الحكايه، عشان تبقوا تجروا منه كويس. واخواتي الخربويه طبعا هيقفوا جنبي، هيبعتوا لي منش على اي محتوى محترم انتوا بتعملوه. يلا نشوف اللايف بقى بتاع العرسان الجداد. شافت ده؟ يعني طالع هو ومراته واخت مراته وحماته، والله امه دي انا مش عارف. اول ما شافوا وشي يا جدعان البنت متقفله. ده ايه ده؟ انا هقفل. عمو ريشه بيلسوع، عمو ريشه بيكهرب، بيعمل لهم كهربا في دماغهم. اقسم بالله والله الناس اللي فاكراها ان احنا بنهزر وهق ومق، لا اقسم بالله الناس ديت لما الفيديوهات بتاعتي بتعمل ريتش كويس او بتتشاف كويس، والله الناس دي بتترصد وبتتجاب. والله انا مش لازم اطلع اكشر عشان الناس دي تتحاسب على اللي هم بيعملوه خالص. الفكره كلها ان انت لما تعمل فيديو رياكت ويجيب مشاهدات عاليه جدا، اللي انت بتعمل عليه رياكت ده بيتحظر بصرف النظر انت كمقدم محتوى
بتعمل ايه؟ بتهزر؟ تتكلم بجد؟ تقول هم بره السجن ليه؟ هم جوه السجن ليه؟ اقسم بالله هي طالما الفيديو بتاعك اتشاف الجثه اللي انت بترياكت عليها دي بتترصد. فشدوا حيلكم معانا يا جماعه، احنا اتعاملنا معاهم بذكاء، ضحكنا عليهم في نفس الوقت اتحبسوا. وان لم تضغط لايك فاعلم ان الشيطان قد منعك طبعا زي ما انت عارف، واللي ما يعرفش يعرف. احنا عملنا صفحة جديدة اسمها برضو عمو ريشة، خرابة جديدة على الفيسبوك على اليوتيوب. ما تنساش الاشتراك، عمو ريشة حبيب يزعل كده. وطبعا ما تنسوش صفحة القصص اصل الحكاية على اليوتيوب وعلى الفيسبوك برضو لينا صفحة. كان معكم عمو ريشة، اللي مش عاجبه العيشة ولا اللي عايشينها. السلام عليكم. في الخرابة انت يالا، خد اقولك تعالى هنا في الخرابة انت يالا.